4 سنوات على رحيل السيد متولي عميد رؤساء أندية العالم الذي أعطى للنادي المصري الكثير من الجهد والمال، ووضع النادي المصري البورسعيدي على خارطة الكرة المصرية والإفريقية والعربية على مدار أكثر من 25 عاما من العطاء المتواصل. فكان يوم 7 نوفمبر من كل عام هو يوم الوفاء ويوم رد الجميل لإحياء ذكراه. الناس ما بتنساش حاجة خالص لسيد متولي. ادوا للحاج سيد متولي أكتر من هو اداهم صراحة. جمهورنا جمهور واعي وجمهور عظيم وجمهور عطاء، ويكفي ان هو ما نساش الحاج سيد متولي اي شيء لوحده. والله احنا ما عملنا حاجه، لوحده هم اللي جمعوا نفسهم، لوحده هم اللي احيوا الذكرى بتاعته، فشكرا له بجد. يعني نفسي كل مصر، جمهوريه مصر العربيه، تيجي تشوف النادي المصري والجماهير بتاعته عامله ازاي، تيجي تشوف الظلم اللي الناس دي اتظلمته وتعرف ساعتها معنى الوفاء. المفروض هم اللي يتعلموا مننا، مش يقولوا علينا الكلام اللي هم بيقولوه. احنا والله انا جاي ولا اعرف ان في اي حاجه ولا منظمين حاجه، لقيت ناس بيكلموني، ناس محترمه من الالتراس بتاع النادي المصري ومشجعين النادي المصري، واحنا عاملين وقفه حاجه بسيطه تعبيرا عن الوفاء والحب للحاج سيد متولي الله يرحمه. ودي حاجه بجد احنا بنفخر بيها، وبنفخر ان احنا بورسعيديه، وبنفخر بالشعب الجميل ده وبالجماهير العظيمه دي. جمهور النادي المصري ما نساش السيد متولي على مدى ال4 سنوات اللي راحوا، ويفضلوا يتذكروا السيد متولي النهارده وبكره وبعد سنين كتيره قوي. والله يرحمه الحاج سيد. اهتم بلاعيبه كتيره جدا، اهتم بمدربين كتير جدا، ففعلا انا بعتبره الاب والاخ والصديق الحنون. واللي احنا فيه حاليا بورسعيد ده فعلا كانت مستنيه واحد زي الله يرحمه الحاج سيد، اللي هو يدافع عليه، يدافع عن النادي المصري، يدافع عن بورسعيد، يدافع. احنا حاسين دلوقتي ان احنا من غير انا اسف في اللفظ اللي اقوله، من غير راجل. انت ذكراك عاطره ومش هتتنسى على مر التاريخ، ويكفي ان بورسعيد حتى ومصر كلها تفتكر بتقول من هو سيد متولي رحمه الله عليه، وربنا ان شاء الله يتغمد مسيح جناته باذن الله، والمسيره هتستمر باذن الله بفضل الله، ثم باسمك اللي انت حفرته في النادي المصري. وكانت لرابطة ألتراس جرين إيجلز دور فعال في هذا التأبين، حيث عبرت عن عشقها للراحل العظيم بتلاوة الفاتحة، واحتفلت بتخليد ذكراه بالشماريخ والطبول على روحه، بعد أن أعدت جرافيك ضخم يحمل صورته الخالدة والتي ستظل في قلب كل بورسعيدي. لما كنا بنعمل حتى رحلات بره بورسعيد ما كانش بيدخل المقصورة إلا ما كان يطمن على أي واحد من الجمهور المصاحب للنادي المصري اللي هو داخل وكويس قوي قوي قوي. لا اتبهدلنا اي مباراه، ولا تعبنا، ولا اتحبسنا، ولا اتضربنا. كان الراجل عامل عليه جناحه علينا كده، وكنا بنروح وراه واثقين ان احنا هنرجع في امانه الله، وفي اي بلد لنا كرامتنا، وفي اي حته لنا احترامنا وكرامتنا. الحاج سيد متولي الله يرحمه هو مات والنادي مات. لم يكن الراحل السيد متولي مجرد رئيسا للنادي المصري زعيم الاغلبيه وفارس الكره البورسعيديه، بل كان عاشقا لبورسعيد، فبادلته الجماهير عشقا بعشق بعد أن ظل يعطي لناديه حتى اللحظات الأخيرة من حياته. ولذلك رغم رحيله فستبقى ذكراه خالدة. أشرف الدقاق، كرة أونلاين، القاهرة والناس.